بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. عايزة ترجعي الشرشوبة جديدة والمقشة بعد ما كانوا بالمنظر ده، تعالي وانا هعرفك في الفيديو ده ترجعيهم ازاي. بسم الله. تحطي بقى كده جردل، انا جبت لكم جردل ابيض عشان يبان فيه، عشان جردل المسح عندي غامق لونه اخضر غامق كده. بروح جايبه بقى ايه شويه مسحوق كده، اي نوع مسحوق عندي، مش شرط نوع فلاني ولا علاني، اي نوع. وتحطي كده شويه ايه كلور. انا بغسل الشرشوبه وحديها والمقشه وحديها، بس انا جايبه لكم اختصار في الفيديو لان هما الاتنين بغسلين برضو بنفس الماده. ندخل بقى على ايه، على المقشه. بتجيبيها هي بتبلك ان هي نظيفه، ولما هتنزليها في الميه هتعرفي، وعشان ترجع الشعيرات بتاعتها كده ناعمه زي الاول وتكنس حلو جدا. يلا بقى بتروحي ده حطها كده اهوت، وتجيبي الشرشوبه بقى بتاعتك ايا كان نوعها، دواره من اللي هي بتعصر بايدك اي حاجه. لازم تعقميها حتى بعد المسح كده، تعمليها بالمنظر ده، وتسيبيها كده حوالي ساعتين او 3، وبعد كده تشطفيها وتسيبيها بقى تنشف. بص الميه، بص بقى الميه بعد ما فيش ما كملتش اهي. انا بسيبها كده حوالي ساعتين، وبعد كده بعد الساعتين بروح بقى واخده الميه دي بتاعتي، اخدها ادلقها كده في قاعده التواليت، وبروح ما بدلقهاش في البانيو. بص بقى بروح ماسكه بقى ايه، عشان لو فيها شعره او فيها حاجه. بص بقى بتروح ماسكه بقى وشاطفه المقشه بقى كام مره بقى، تشطفيها كده مره واتنين وتلاته، الميه بقى بتاعتها بتبتدي تفتح بقى، تبقى معاكي كانها لسه جديده. هوريكم في الفيديو ازاي ان هي بترجع جديده زي ما هي، كانك لسه شاريها ايا كان نوع مقشتك عندك. مفيش حد ما عندوش. بصي بتبقى الشعيرات بتاعتها بقت جديده نوفي. الكلور مع المسحوق هو اللي بينضفها حلو جدا، اي حاجه تانية لا. ونفس الحكايه كده بقى في الشرشوبه، تفضلي بقى بتنضفي الشرشوبه بقى اتفكت، بتنضفي بقى في الشرشوبه كده، بتسيبيه. ممكن تسيبي الشرشوبه دي من بالليل للصبح، لان احنا كده كده بنبقى حاطين مواد كيماويه في المسح بس ما بتنضفهاش.